السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة الخام. هنعملها بمكونين 2 فقط، بدون ما نضيف لها دقيق، بدون ما نضيف لها سوداني. هنعملها بالسمسم والزيت فقط، الزيت النباتي طبعا، لان زيت السمسم غالي جدا. لو ضفناه هيدي طبعا نتيجة حلوة، بس هيبقى مكلف جدا. احنا عملناها بأقل تكلفة. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. هنا معايا تمنين من السمسم، تمن من السمسم المحمص اللي هو الغامق، وتمن من السمسم الابيض من عند العطار طبعا، وقدهم زيت، كوباية زيت تقريبا. ده بس اللي هنحتاجه في وصفتنا النهاردة. في طاسة سخنة على النار هننزل بالسمسم وهنقلبه، يعني هتفضل ايدينا فيه كده لغاية بس ما يسخن. مش عايزينه يتحمص ولا اي حاجة خالص. يسخن اولا عشان لو في اي رطوبة تطلع، ثانيا هيديني نتيجة حلوة قوي لما نضربه في الكبة وهو سخن. اول ما نحس انه خلاص سخن معانا هنشيله من على النار. يعني لمدة دقيقة تقريبا، والطاسة زي ما قلت تكون سخنة، أو الصينية اللي هنعمله فيها تكون سخنة. بعد كده وهو دافي قبل ما يبرد هناخده على الكبة. الكبة هنا صغيرة بتاعتي، هنحط تقريبا نص الكمية، مش الكمية كلها، وهنضربها لغاية ما الاقي السمسم كله بقى عبارة عن بودر بالشكل ده في الكبة. وعشان على فكرة أنا السمسم سخن، عشان انا سخنته شوية على النار هيديني نتيجة حلوة جدا كطعم وقوام. هيبان طبعا. هنا ضربته كويس جدا وانا بحرك الكبة كده عشان اي حاجة في الجناب تنزل. دي النتيجة، تحسه بودر متماسك شوية عشان كان السمسم سخن. ودي حاجة كويسة جدا طبعا ان احنا على النار نديله تسخينة كده. هنعمل باقي الكمية، انا كنت حاطة نصها طبعا. هنكمل نص الكمية التاني. زي ما قلت لكم ده بالظبط ربع كيلو سمسم، تمن ابيض وتمن اسمر او محمص. خلاص كده خلصت الكمية كلها بتاعتي. نشوف هنعمل ايه بعد كده. الخلاط اللي هتستخدميه بعد كده، في الخلاط هنحط نص كوباية الزيت، وهنديها ضربة حلوة كده في الخلاط لغاية ما نحس ان لونها بقى فاتح قوي زي ما انتوا شايفين. والحركة دي بتفرق قوي في الطحينة. لما بخلصها واحطها في بطرمان او في علبة، بتخلي الزيت ما يفصلش عن الطحينة. فدي خطوة مهمة قوي. حطيت باقي الطحينة البودر بتاعتي وبضربها كويس جدا، بيبقى طبعا قوامها سميك. بحط الزيت بقى حسب القوام اللي انا عايزاه، يعني نص كوباية الزيت التانية ممكن ما استخدمهاش كلها، بحط جزء جزء كده والخلاط شغال لغاية ما احصل على القوام اللي انا عايزاه. بس كده الطحينة بتاعتي تكون خلصت، ما خدتش دقايق طبعا. وعايزة اقول لكم ادتني كمية حلوة جدا، يعني ادتني حوالي نص كيلو، بالظبط ربع كيلو سمسم، يعني تمن وتمن زي ما قلت لكم. ادتني كمية وفيرة وحلوة جدا، طعم وريحة بجد تفرق كتير قوي قوي عن بره. وطبعا سمسم صافي بدون اي اضافات. والنتيجة زي ما انتوا شايفين نتيجة ممتازة وقوام حلو جدا. اعملي الطحينة في البيت، هيبقى عندك كمية وفيرة وهتوفري فعلا كتير ومضمونة. انت عاملاها طبعا بايديكي، وطبعا بأقل مجهود وأقل تكاليف هتعمليها في دقايق بالظبط. خلصت وصفتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتك الطريقة. قولي لي رأيك في الكومنتات، وهل نجحت معاكي ولا لا. ولو لسه مش مشتركة في القناة، أتمنى تشتركي وتفعلي مفتاح الجرس عشان يوصلك كل جديد.